السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طبق حلو جدا جدا. كلنا بقى بنيجي نعمله بس ما بيبقاش مظبوط معانا، يعني للدرجة اللي احنا حابينها. بصوا، احنا النهارده عملنا كوسه بالبشاميل. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي؟ تحفة ما شاء الله، من غير بقى جبنة ومن غير قشطة ومن غير كريمة ومن غير الحاجات دي كلها. ما شاء الله ناشفه معايا اهي ومتماسكه، مش مطلعه بقى ميه كده وصوص كتير قوي في قلبيها زي ما بتطلع معانا في اغلب الاوقات. هقول لك بقى ايه التريكات وايه الحركات اللي هتطلع معاكي ان شاء الله. الصينيه مظبوطه جدا والطعم لا يقاوم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا ان شاء الله حلقتنا النهارده. بس قبل ما ابدا بقى الحلقه، بصوا حابه بقى كده ايه اوريكم. بصوا شايفين؟ تحفه. بصوا اللحمه والصوص والكوسه تجنن. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا العظمه دي ازاي. يلا بينا. بصوا حبايبي، انا معايا هنا كميه من الكوسه، حوالي كيلو يعني كده من الكوسه. مقطعها بقى ايه زي ما انتم شايفين كده بالورب كده، ويكون سمكها مش رفيع او مش تخين قوي، يعني سمكها يكون وسط كده. جردها كده او مقشراها بمقشره البطاطس زي ما انتم شايفين اهو. لو حابه تعمليها بقشرها تمام، اغسليها كويس جدا واعمليها بقشرها. غسلتها بقى وقطعتها بالشكل اللي شايفينه ده. حابه بقى بصوا اهي، عايزه بقى تعمليها كده دواير كده عادي اهي. بصوا برضو السمك برضو يبقى وسط كده، يعني ما تعملهاش رفيعه قوي كده، لا هتدوب معاكي كده وتسيح معاكي في قلب الطاجن او الصينيه، مش تبقى مظبوطه معاكي. لكن كده تاخد سوا براحتها معاكي في الفرن، ما يجرالهاش اي حاجه. او تعمليها كده بصوا اهو. بصوا نبقى ممينين السكينه كده ونعملها كده بالشكل ده اهو. بصوا ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، تمام كده. عملت كده الكميه بتاعتي كلها. طبعا مش شرط تعملي كيلو بالظبط، يعني على حسب احتياجك انت. هروح بقى ايه جايبه بسم الله رشه كده من الملح اهو، عشان بقى ايه تنزل بقى الميه بتاعتها كلها. طب ايه التريكات التانية يا بطه؟ خليكي بس معايا كده خطوه بخطوه، هقول لك كل حاجه. يعني دي كده اول تريكه معايا اهي. بسم الله نقلب كده كويس واسيبها بقى كده ايه. ممكن اسيبها من بالليل للصبح، اسيبها ساعه ساعتين، المهم لحد ما تنزل الميه بتاعتها. حطيت كده تحتيها طبق زي ما انتم شايفين كده اهو او بوله، واخليها تنزل الميه بتاعتها. طب لحد بقى ما تنزل الميه بتاعتها نكون احنا مثلا ايه عملنا البشاميل، عملنا اللحمه، صوص اللحمه. يلا بينا هنشوف ايه نعمل ايه مع بعض. يلا بينا. يلا بينا بقى نعمل ايه اللحمه بتاعتنا او العصاج بتاعنا. حطيت هنا كده زبده على زيت، ومعايا هنا بصل دعكه كده بالملح والفلفل. بسم الله ننزل كده بيه بصلتين كده حلوين، ومعايا كمان جزرايه برضو مبشوره ناعم كده زي ما انتم شايفين في الكبه، او لو مفيش كبه يبقى بالمبشره. انزل برضو بيها كده. الميكس ده بيبقى حلو جدا مع بعضه، بيدي طعم وريحه وتست في الاخر بيبقى هايل الحقيقه ما شاء الله. يعني كده البصل والجزر اتشوحوا كده، اخدوا تشويحه معايا ودبلوا اهو. هنزل بقى معايا كده ربع كيلو من اللحم المفروم. طبعا الكميه دي على حسب يعني الصينيه اللي انت هتستعمليها او الطاجن اللي انت هتستعمليه اهو. كده حبايبي شوحت اللحمه بقى مع الخضار بتاعنا اهو، شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب دلوقتي بقى هنسوي اللحمه ازاي؟ هنحط لها بق ميه؟ لا مش هنحط لها بق ميه. هقول لك دلوقتي هنحط لها ايه. خليكم معايا بس ايه، هركنها كده على جنب الاول. بسم الله اهو، وانزل كده بمعلقتين كده من الزيت. بسم الله. معايا بقى هنا ايه الكوسه بتاعتنا اهي. بصوا طلعت ميه قد ايه. هنزل بقى هنا كده بسم الله بالكوسه بتاعتنا. الكوسه بقى هتنزل الميه بتاعتها، وفي نفس الوقت اللحمه هتشربها، وفي نفس الوقت برضو الكوسه هتشرب من ميه اللحمه كده والصوص بتاع اللحمه. يبقى معانا الحاجتين بيشربوا كده من بعض، الاتنين بياخدوا طعم حلو قوي قوي لما بيتشوحوا كده مع بعض اهو. يعني الافضل بدل ما نحط للحمه ميه، لا نحط الكوسه هتنزل ميتها، والاتنين هيشربوا ويتساووا مع بعض اهو. الكوسه بقى تنزل بقى الميه عشان تبقى ايه ماسكه نفسها كده في الطاجن، ما تبقاش ايه من ميه كده زياده عن اللزوم معاه. وكمان لما بتشوحيها كده مع اللحمه او مع معلقه زبده بتبقى طعمها حلو جدا جدا، افضل ما بتحطيها كده لوحدها. مش هنرمي دي، عندنا البوتاجاز نضيف وكل حاجه نضيفه. بسم الله تمام قوي كده.
بعد كده بقى ابتدي بقى اقلب كله مع بعض. بسم الله. حابه تعملي دي لوحدها ودي لوحدها اللي يناسبك اهو. يعني لو كده تروحي حاطه اللحمه في طبق بره لوحده، وتحطي بقى معلقه زبده او زيت زي ما انا ما عملت كده، وتشوحي الكوسه لوحدها. شايفين معايا بقى طماطميه مكعبات كده. بسم الله. انزل برده بيها. ومعايا برده هنا فصين كده من الثوم وقرن من الفلفل. انزل كده بيه. بسم الله. واشوح برده المكونات كده مع بعضها. هياخدوا معايا حوالي كده على النار 10 دقايق تشويح كده مستمر وتقليب كده مستمر زي ما انتم شايفين اهو. عايز اقول لكم بقى ما شاء الله الروايح ايه هايله. هقلب بقى فيها كده شويه لحد ما ايه الكوسه تنزل الميه بتاعتها كلها. بصوا اصلا بصوا ميتها ايه، مفيش اصلا يعتبر ميه، بس اتشفت كده معايا، ويشربوا كده ايه من طعم بعضهم مع الخضار. تمام كده. وبعد كده اتبلها. نتبل بقى الصينيه بتاعتنا. معايا هنا جوز الطيب. بسم الله. رشه كده حلوه. واحط كده شويه كده من الكزبره. بسم الله. ونحط معانا كمان كاري. بسم الله. ونحط كمان رشه كده من الكبيبه. بسم الله. وفلفل الاسمر مش هنكتر لان احنا كنا داعكين البصل بالملح والفلفل. وكمان حبهان ولوري. اي بقى نوع توابل تاني حابه تضيفيه اللي يناسبك ضيفيه. وهنحط رشه بسيطه كده من السكر، ورشه بسيطه من الملح لان احنا كنا رشين على الكوسه ملح وداعكين البصل بالفلفل والملح. بس كده. نقلب بقى. بسم الله اللهم بارك مكوناتنا كده كلها مع بعضها. بسم الله. كده اللحمه نزلت ميتها وشربتها تاني، والكوسه برده نفس النظام كده. كله جهز معايا. بسم الله. بصوا بقى يا حبايبي شكل الخضار اهو. بصوا تحفه وريحه بقى تجنن. اجيب بقى الطاجن او الصينيه اللي انا هستخدمه. انا دهناه كده ايه ماده دهنيه. انزل بقى كده. بسم الله اللهم بارك بالخضار بتاعي. شايفين ما شاء الله يجنن ما شاء الله. انزل كده بالكميه كلها اهو. نساوي بقى كده. بسم الله. بصوا حبايبي ادي الطاجن اهو حطيته. شايفين ما شاء الله. وفي نفس بقى الطاسه اللي عملنا فيها العصاج حطيت كده معلقتين من الزبده وشويه كده من الزيت. هضيف لهم بقى ايه بسم الله معلقه ونص كده من الدقيق كده. معلقه اهي. بسم الله. وادي برده نص. واضيف كمان معلقه ونص من النشا. ادي معلقه. بسم الله. وادي النص. نقلب بقى كده. طبعا عارفين ان باجي اعمل اي بشاميل لازم اضيف له نشا، بيديله كده ايه هشاشان كده وطراوه كده مع ال اسمه ايه بسم الله الرحمن الرحيم. مع البشاميل بيبقى حلو جدا وبيبقى جوسي كده وجميل اهو. بصوا لازم يبقى السمنه والزيت السمنه والدقيق سايبين كده مع بعض، مبقاش مكتلين لا، عشان يبقى كده المعيار بتاعك مظبوط اهو. تيجي بقى تشويحه بس ما نغمقهوش قوي. معايا بقى كوبايتين كده من اللبن او نص كيلو لبن. بسم الله. ادي الكوبايه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب بقى كويس جدا. عايزه بقى تكملي المعيار كله لبن كملي. عايزه تحطي ميه حطي. عندك شوربه زي كده بسم الله ضيفي لها شوربه. ونقلب كده كويس. حط لها بقى كده رشه جوز الطيب. ورشه السكر مع البشاميل اللي بتبقى هايله جدا. بصوا على طرف بس ايه المعلقه كده. ورشه من الحبهان واللوري. وكمان معانا رشه من الفلفل الاسمر. لو في فلفل ابيض يبقى احسن افضل يعني.
ورشه بقى نظبط الملح بتاعنا. وهضيف كمان معانا مكعب من المرق، وده اختياري اهو. بسم الله. وبصوا معايا بقى رشه كده من القرنفل، رشه بسيطه خالص بس انا بحبها جدا الحقيقه مع البشاميل اهو، بتديله بقى طعم حلو قوي. وطبعا كوسه يعني نعناع، لازم مرشه النعناع يا جماعه اهو. معايا نعناع ناشف اهو، لو عندك نعناع اخضر ممكن تحطي برضو، تقطعي برضو معاه كده وتحطي. بصوا رشه كده حوالي كده ايه نص معلقه، بصوا اهو من النعناع، بيديها طعم مدهش جدا الحقيقه. اقلبها بقى كده مع بعضها. المفروض اصلا كنت حطيت النعناع دوت وهي على النار كده قبل ما اطفي عليها على طول، عشان ايه اقلب براحتي، بس عادي برضو مفيش مشكله، كده او كده ينفع ان شاء الله. نقلب كده كويس. اساوي تاني بقى الطاجن بتاعي كده. بسم الله. بصوا بقى يا حبايبي، ادي كده البشاميل بتاعنا اهو جاهز. بصوا سمك تقيل مش خفيف اهو، مش زي سمك بتاع المكرونه، لا بيبقى تقيل شويه. تمام. وادي الكوسه معانا اهي. بصوا حبايبي كده الطاجن بتاعي اهو، عايزه اقربه لكم كده شويه عشان تشوفوا جماله. بصوا ما شاء الله تحفه. وادي البشاميل بتاعنا كده، نسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ننزل كده بشاميل، شايفين السمك بتاعه متماسك شويه، مش اللي هو جوسي او سايب او زياده عن اللزوم اهو. ونفرد بقى كده، حابه بقى تحط لها كريمه، حابه تحط لها جبن، اللي يريحك. انا الحقيقه النهارده مش هحط لها حاجه، ولا جبن ولا كريمه ولا حاجه اهو. افرد بس كده كويس. طيب عايزين طب ناخد وش برضو كده حلو ليها، ومفيش جبن مفيش بيض مفيش الكريمه مفيش الحاجات دي كلها، هتعملي ايه؟ هتجيبي معلقه صلصه وتحطي كده عليها معلقه من الزيت. انا ما كانش عندي معلقه صلصه، بس عندي صلصه كنت انا مسبكاها برضو تنفع. بصوا حطيت كده عليها معلقه من الزيت وقلبتها، هتديني برضو لون برضو حلو جدا اهو. بصوا بحاول بقى كده ايه افرد كده على بسيط، شايفين؟ هتديها طعم ان شاء الله حلو جدا، ولون برضو بامر الله كويس. بصوا جبت الفرشه كده اهو، اسهل لي بس على بسيط خالص، تخففي ايدك كده وانتي بتفردي. انا حتى كمان بصوا ما حطيتش المعلقه كلها، يعني حوالي نص معلقه بس، انا عايزه بس تاخد لون بس مش اكتر. طبعا بقى هولع الفرن، احطها بقى على الشبكه بقى اللي في النص تستوي. هي طبعا كل حاجه فيها مستويه فمش هتاخد وقت معانا ان شاء الله خالص اهو. بس كده شايفين بقى الجمال ما شاء الله تجنن اهي. اقربها لكم كمان، ادخلها بقى الفرن تستوي براحتها، مش هتاخد طبعا ان شاء الله معانا وقت لان كل مكوناتها مستويه، وهرجع لكم تاني. بصوا حبايبي وهي في الفرن اهي شكلها عامل ازاي، روعه ما شاء الله، استوت كويس جدا. ده شغال بقى دلوقتي على الشوايه بتاخد وش اهي، وكده جهزت معايا. بصوا هخلصها بقى وارجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايبي طلعتها من الفرن اهو، نطلع كده بسم الله كده منها قطعه، شايفين ما شاء الله شكلها عسل اللهم بارك. والريحه بقى يا سيدي يا سيدي. بصوا حبايبي طلعت منها قطعه اهي، شايفين ما شاء الله متماسكه وحلوه ازاي، اكنها مكرونه بشاميل بالظبط. شايفين ما فيهاش بقى ميه بقى ولا الصوص يبقى كتير قوي فيها ده. بصوا ما شاء الله تحفه حلوه قوي. بصوا كده قلبها من جوه اهي، طعمها بقى وريحتها يجنن، لازم تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. جربوها واستنى بقى تعليقاتكم ورايكم. ولو عجبكم بقى الفيديو النهارده وقدرت افيدك، ما تنسيش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.